اللي شايفينه ده يا جماعه قدامكم محمود صابر نجم النادي الاهلي الناشئين مواليد 2001 اللي بيحط كوره في سقف الجون ده. اللاعب ده انا بتنبأ له بمستقبل باهر. بص بيضغط على الاتنين سيرد باكات وبيغلطهم وبيحط كوره في سقف الجون بامكانيات رائعه وتمكن ولا اروع من كده. لعيب زي ده بالقدرات اللي زي دي يعوض غياب واحد زي رمضان صبحي ويشغل الناحية اليمين ومش محتاج حد كمان معاه. أي كورة بتجيله في ال18 بيعرف يصنع منها هدف وبيجيب هدف، ولو ما جابش هدف بيعمل هدف. محمود صابر بيلقبوه في النادي الأهلي بالفراري. الفراري جديد للنادي الأهلي. ومن الناحية الشمال يمين وشمال، من الناحية الشمال بيخش وبيشيل الكرة من فوق الجون وبيحط جون بمهارة فردية، يعني ولا اجمل من كده. حاجات افتقدنا ان احنا نشوفها في جماليات كرة القدم من لعيبة كبيرة ولاعيبة كبيرة في الدوري الممتاز. والكرة من هنا بيشوطها ازاي بوش رجله عشان تعمل السويرف ده وتروح في الزاوية البعيدة وتخش بالحلاوة دي. هنشوف هنا محمود صابر في دور البلاي ميكر، يعني بيشغل الناحيه اليمين، مش بيجيب اهدافه بس، لا ده بيزق الكره. بص برجله بسم الله ما شاء الله بيعمل عرضيه وبيخش فيها مازن بدماغه جوه الجون. يعني هو 90% من الهدف هو اللي جايبه محمود صابر. الزقه اللي زقها ناحيه اليمين دي والعرضيه اللي عملها، وبيقول لمازن خد هات جون على المغمض على المغمض. بص بيفوت بقوته البدنيه وبيحط اسيست ولا اروع. الراجل بيقول له خد هات جون، والراجل ما كدبش الخبر صراحه وحل الكوره واحرز الهدف. ومين بقى اللي جاب الجون ده؟ يعتبر محمود صابر اللي جاب الاسيست دوت، وهو اللي قال له روح هات جون. اي كوره بيستخلصها من نص الملعب يا اما بيروح يجيب جون يا اما بيفوت وبسرعته وبقوته البدنيه وبالمهاره وبيديها لمازن ومازن بيحطها جوه الجول. شفتوا فات ازاي من الناحيه اليمين؟ شفتوا زق الكوره ازاي؟ اهو ببطن رجله وبيحطها للراجل خالصه مخلصه، يعني بيقول له جون جون جول. وادي اهو محمود صابر بيحط انفراد من نص الملعب، بيحطها للراجل من نص الملعب والراجل هيحطها في الجون بليسنج من فوق الجون ولا اروع من كده. ادي شباب الكوره في النادي الاهلي اللي هم بص بيضغط من وبالشمال وبيحطها في المقص اليمين لحارس المرمى. ادي الشباب اللي احنا عايزين نتفرج عليهم يا جماعه. هو ده سن الكوره الحقيقي. يا ولد يا ولد يا ولد. وبرافو حارس المرمى اللي هو خد خطوتين لورا وقطع الكوره دي وصدها. ادي محمود صابر يا جماعه. بص يا جماعه الراجل بيشاور له، حطها له في الحته اللي هو بيشاور له عليها. لاحظوا ان هو شاور له في الحته دي، قال له حطها لي هنا وانا هروح اجيب جون. حطها له محمود صابر وهو راح. وبراعه السيرد باك ان هو شال الكوره من على خط المرمى. وهنا بنشوف بقى محمود صابر وبيتألق من الناحيه اليمين كمان وبيفوت بيفوت بيفوت وبيعمل اسيست انفراد. الاسيست بتاعه انفراد يا جماعه، جول طلعت بره. بس هو ادي محمود صابر، ادي هو ده محمود اللي في رجله الكوره. بص هيحطها له ازاي، بص بيحطها ازاي من بين الاثنين للراجل وبيقول له خد هات جول، والراجل اخفق ان هو يحطها. بصراحه مستقبل الناشئين في النادي الاهلي يعني واعد ولاعيبه واعده، والمفروض يتصعدوا من دلوقتي عشان ياخدوا الثقه ويلعبوا في الفريق الاول ويبقى عندك مخزون من اللعيبه. يعني الراجل اهو بص الرفعه يا جماعه، الرفعه جون والله. والله الرفعه بتقول له انا عايز اتحط جوه الشبكه في العارضه. فهو المفروض النادي الاهلي دلوقتي المدير الفني للنادي الاهلي اللعيبه اللي عليها يعني يحط عينه على اللعيبه اللي هي عندها مهارات وقدرات تلعب في الفريق الاول، ونبطل بقى حكايه شراء اللاعبين بالملايين دي. بص البليسنج بيحطها منين. بص بيحطها الراجل اللي جاي من ناحيه اليمين بيضغط وبيحطها جوه الجول. لعيب صراحه هي دي الكوره اللي انا عايز اتفرج عليها، كوره الشباب. ونفسي يوم السبت القادم في لقاء القمه مباراه الاهلي والزمالك اشوف الشباب دول وهم بيقدموا لنا كوره ممتعه وكوره تستحق المشاهده. هتقول لي ازاي؟ اقول لحضرتك لو مش مشترك في القناه اتفضل اشترك وفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو ادعمني بلايك. ايه المانع ان احنا نشوف الشباب دول في مباراه القمه بين الاهلي والزمالك يوم السبت القادم؟ وكل الظروف مهيئه لذلك. يعني هنلاقي ان احنا في موسم استثنائي،
والنادي الاهلي يعتبر حسم البطوله من بدري، ونادي الزمالك بعد نسبيا عن صراع بطوله الدوري. يبقى الثلاث نقط مش هم غايه المباراه، او مش هم الهدف الرئيسي من المباراه. ليه ما نعملش احتفاليه في اليوم ده على اعتبار ان النادي الاهلي ونادي الزمالك هم اكتر ناديين بيصدروا مشاهده ممتعه لكره القدم المصريه، ويقدموا للجمهور حاجه يستحقها، لان جمهور الاهلي وجمهور الزمالك يستحق من الفريقين كتير. ونبعد عن جو التوتر والاثاره والضغط النفسي على اللعيبه، وخصوصا ان احنا داخلين على تصفيات افريقيه سواء نادي الاهلي او نادي الزمالك، وياخد المباراه في اطار ان هي مباراه عاديه في الدوري العام ويخليها في اطار احتفاليه. هتقول لي ازاي؟ اقول لحضرتك بعد ما شفنا المستوى المبهر للناشئين مواليد 2001 و97 ومعظمهم من الاهلي والزمالك، عرفنا ان النادي الاهلي والنادي الزمالك فيه ناشئين ممتازين. يعني هنلاقي في الزمالك حسام اشرف وحسام عبد المجيد واحمد فيصل واحمد عيد ومصطفى محمد، وهتلاقي في النادي الاهلي شادي رضوان ومحمود صابر وحمزه علاء. ليه النادي الاهلي ونادي الزمالك ما يطعمش كل فريق بخمسه سته من اللعيبه دي، ويبداوا بيهم المباراه على انها مباراه احتفاليه ومباراه جماليه، ويقدموا لنا فيها كوره بجد، كوره تستحق المشاهده وتستحق احترام جماهير الاهلي والزمالك للمباراه دي. ونبعد عن جو الفتن والاثاره والثلاث نقط، لان هم مش هم الغايه زي ما قلت لحضراتكم من المباراه. المباراه احنا كل غايتنا ان احنا نشوف مباراه ممتعه ومشاهده على اعلى مستوى، واللعيبه اللي زي دي مستنيه الفرصه دي، لان الاهلي والزمالك دلوقتي ما بيدهمش الفرصه ان هم يطلعوا على الفريق الاول بسهوله او الناس تشوفهم بسهوله، لانهم بيعتمدوا على ان هم يشتروا اللعيب الجاهز بالملايين، بال3 مليون دولار و4 مليون دولار و5 مليون دولار، ويبقى عندهم جواهر تحت مدفونه. طلعوه يلعبوا الماتش ويسيبوا الجمهور هو اللي يحكم، وسيبوا الجمهور فريقين هو اللي يحكم على اللعيبه دي. وانا متاكد ان اللعيبه دي هتقدم كوره حقيقيه هتنال اعجابنا وتنال اعجاب كل المشاهدين. وزي ما استعرضنا يا جماعه مهارات ولاعيبه النادي الاهلي، عايزين نتفرج على مهارات ولاعيبه وناشئي نادي الزمالك. ده حسام اشرف بكل ثقه واقتدار اللي هو بيحط الكوره ببطن رجله ضربه جزاء ولا اروع من كده. وبصراحه ناشئين الزمالك مواليد 2001 عندهم قدرات فنيه عاليه جدا، منهم احمد فيصل مهاجم قدير وقناص وبيعرف يتعامل بالكوره امام المرمى وفي وسط ال 18 بيعرف يستخلص الكوره، وهداف قدير جدا جدا. ومصطفى محمد مواليد 97 بس برضه من المجموعه اللي هو تعتبر لسه ناشئ ولازم يتصعد لنادي الزمالك. فاحنا لو شفنا المجموعه دي حسام اشرف، حسام عبد المجيد، احمد عيد، احمد فيصل، مصطفى محمد، مع المجموعه بتاعت نادي الاهلي اللي هو محمود صابر وشادي رضوان وحمزه علاء وغيرهم من النجوم اللعيبه اللي هم يعني عندهم القدرات والمهارات اللي هم يمتعونا بماتش. بص الناشئ كل ثقه بيتابع الكوره ازاي، وبعدين بيرفعها جوه ال 18 وبيكملها جوه الجون ولا اروع من كده.